مساء الخير عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه يا رب. اليوم كنقدم معكم طورطه بالمربى كتجي هائله. في المقادير كنحتاجو كاس مع مرش ديال السكر، وكاس ديال الزيت كيف ما كتلاحظوا، بيضه كامله، الفاني وخميره بحجم 7 غرام او 8 غرام، قليل من الملح والطحين حسب الخليط. هنايا كنبداو على بركه الله. كنفقصوا البيضه، من بعد كنضيفوا عليها شويه د الملحه والسكر، ونبداو نخلطوا العناصر حتى تنسجم مع البعض ديالها. ثم نضيفوا باقي المقادير الزيت والطحين، وطبعا الطحين كيف ما كنخبركم دائما تدريجيا. بعد ما ارتاحت العجين لمده نص ساعه في الثلاجه، دابا كنسرحوها بالثلاج، كنفرضوها مزيان على سمك، يعني تكون واحد سنتيم، باش ما كتجيش رقيقه. خصها ما تكونش رقيقه، ما تكونش سميكه بزاف. نحاولوا نفردوها مزيان حتى تتفرد لينا العجين، ومن بعد نديروها في المول اللي كنبغيو يعني نحطو فيه الطورطه ديالنا على هذا الشكل هذا. هنا كنجيبوا المربى، اي مربى عندكم ديال الكرز او ديال الفريز او ديال الكرموس اللي كان عندكم، او ديال المشماش، يعني اللي متوفر عندكم. كنسرحوه مزيان في سطح الطورطه حتى تيتسرح مزيان بالشكل على هذا الشكل هذا. وحاولوا انكم ما تكتروش تاني بزاف باش ما تجيش الطورطه حلوه بزاف. هنا كيف ما كتلاحظوا، تنخلي واحد شويه ديال العجين، نسيت ما ذكرتكم به. كتخلي واحد شويه، واحد الكره صغيره ديال العجين باش كتزيني بها الفوق ديال الطورطه بهاد الخطوط هذا. كتفرجي العجين وكتقطعهم بالسكين، وكتعملي خطوط هكا على شكل ضامه، كيجي مربعات او الشكل اللي كتحبوا نتوما. المهم غير باش يعطي واحد الشكل زوين للطورطه. كيف ما كتلاحظوا جمعت لها هذوك الجنيبات ديالها، ومن بعد غندخلو على فرن مسخن مسبقا مده ربع ساعه او نصف ساعه على حسب
كل فرن. هنا من بعد ما نضجات لينا الطورطه كيف ما كتلاحظوا كتجي مذهبه ومحمره على هذا الشكل هذا، كنزينوا السطح ديالها بالسكر بودره بهذا الشكل هذا، او يمكن لكم انكم ما تزينوهاش بالسكر، تخليوها غير هكذاك. ولكن نتوما اللي حبيتوا الشكل، او ديروا لها شويه ديال المربى من الفوق وشويه ديال كاوكاو او اللوز على حسب الذوق ديالكم. كنتمنى لكم فرجه ممتعه، وما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناه، وان شاء الله نوافيكم بالجديد. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله باذن الله. مع السلامه.